يا صباح الفل او مساء الفل حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهارده هنعمل مع بعض صينيه دايما بنعملها في العزومات. حابه ان انا اوريكم طريقتي فيها. النهارده هنعمل جلاش بالجبن. هنا عندي صينيه انا بس دهنتها الاول دهنه خفيفه بالزبده، وبعدين جبت بيضه هنزل عليها بمعلقه ملح ومعلقه فلفل. وكمان كوبايه من الزبادي، دي كوبايه متوسطه. نزلت عليهم بكوبايه لبن ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان ده اللي هيخلي الجلاش مورق معايا من جوه، وكمان معلقتين كبار من الزبدة. وهدوبهم بقى كويس قوي. الخلطة بقى بتاعتي او الحشوة بتاعتي هنا جبن عبارة عن رومي وشيدر وموتزاريلا. طبعا تحطي الحشوة اللي انتي تحبيها، وكمان هنا فلفل الوان. ونزلت عليهم باتنين جبنة من المثلثات او جبنة كريمي، وكمان هوت دوج. انا هنا بس محمرة الهوت دوج قبل ما احطه معاهم في الخلطة، محمراه بشوية زيت. هنا بقى ورق الجلاش بتاعي او لفة الجلاش انا دايما بحب اقسمها من النص، ده نص كيلو. بقسمه من النص بحيث ان الطبقات اللي تحت في الصينية تكون قد اللي فوق بالظبط، ما تحسيش ان في جزء اكبر من جزء. هنا هنزل بقى بورق الجلاش. الصينية زي ما قلت لكم انا دهناها الاول بفرشة من الزبدة. هبدأ انزل بقى بالطبقات بتاعتي. هنا يعني كل طبقتين بديهم فرشة، اوريكم دلوقتي بديهم فرشة من الخليط اللي احنا عاملينه اللي هو البيض واللبن والزبادي. هنا ده اول طبقتين من تحت هديهم بقى، هبدأ بقى اديها فرشة من الخليط بتاعي بحيث ان انا ورق الجلاش كله الصينية كلها تكون متشربة من الخليط ده كويس. على فكرة هي بتبقى من جوه مورقة جدا، ما فيهاش اي حاجة، ومن فوق بتكون مقرمشة. هنا بقى هنزل بيه الحشوة بتاعتي. انا خلصت الجزء الطبقات اللي تحت، هنزل بالحشوة بتاعتي وهرجع اكمل. وانا بكمل بقى الجزء اللي فوق بدخل الطروف بتاعة الجلاش لجوه، يعني لجوه الصينية، بحيث ان الحشوة ما تطلعش منها واحنا بنقدمها او يكون شكلها مش لطيف واحنا بنقدمها. انا اوريكم انا بدخل الحشوة لجوه، بدخل الطروف قصدي بتاعة الجلاش لجوه. وبرضو هرجع اكمل نفس الموضوع، ان انا انزل شوية من الخلطة بتاعتي بالفرشة او معلقتين تقريبا 3 بالفرشة كده على باقي الجلاش. هنا كنت خلصت بقى الصينية بتاعة الجلاش. طبعا احنا لازم نقطعه الاول قبل ما ندخله الفرن. انا هقطعه شكل سمبوكسات وهنزل بباقي الخلطة بحيث ان الجلاش كله يشرب، كل ورق الجلاش يشرب من الخلطة بتاعتي. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. ده كان شكله لما طلع من الفرن. الجلاش كان مقرمش جدا من بره، ومن جوه كان مورق، والحشوة بتاعته كانت جميلة جدا ودايبة فيه. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.